نجم توتنهام الدولي المالي بسبيسو من تعرض لسرقة بمدينة كان الفرنسية. كان نازل بالليموزين مع صديقته لإحدى الفنادق، وقفوه شخصين يطلبون منه يصورون سيلفي معه، لكن شك بوضعهم لأنه كانوا مقنعين. رشوا بوجهه الغاز المسيل للدموع وسرقوا ساعته قيمتها 260 ألف باوند، وسرقوا كذلك من صديقته 3 خواتم كانوا بصابعها. كانوا توهم نازلين الفندق، يعني الفندق هذا 5 نجوم، توهم يسوون تشيكن يعني حتى قبل يقيمون فيه. يقول أحد أفراد الشرطة بأن اللي سرقوه مو أشخاص عاديين، لكنهم ينتمون لعصابة منظمة، وجريمتهم هذه كانت مدروسة ومخطط لها. الجريمة صارت الساعة 4 الفجر، واللصين كانوا مستقصدينه. كاميرات المراقبة CCTV صورت كل الجريمة، كل تفاصيل الجريمة صورتها، وتم التقاط كذلك لوحة سيارة اللصين اللي كانت نوعها رينولت ميغان. بعد انتهاء الموسم حاول بيسوم مع صديقه يعني يقضون وقتهم بالعطلة بفرنسا، لكن من الصدمة بعد ما صار لهم اللي صار حتى ما قاموا بالفندق مثل ما قلت تشيك ان، يعني تو بيسكنون تو بيقيمون فيه، ما مداهم. بعد ساعات من الجريمة عادوا للندن، ما كملوا بفرنسا. من سوء حظهم ان الجرائم مدينة كان الفرنسية بهالوقت منتشرة بشكل جنوني، حتى الشرطة مو ملحقة.